جماعة، احنا ليه في بورسعيد ما عندناش سلنترو ولا تي بي اس؟ لا لا لا، انا زعلانة ومقهورة. ليه بقى؟ ليه؟ هنبدأ بسلنترو. سلنترو وتي بي اس متعاونين مع سي اي بي، وبيقدموا اوفرز لما تدفع من خلال خدمة ابل باي. طول اليوم امبارح على بتجيلي الفيديوز على التايم لاين على تيك توك ان انت لو حضرتك مفعل ابل باي على الموبايل بتاعك من خلال كارت السي اي بي، ممكن تروح سلنترو وتطلب اي نوع قهوة هوت او ايس ب10 جنيه بس. خدت الصدمة، 10 جنيه بس، وادفع بالابل باي بس يكون الكارت فيه سي اي بي. اما بقى سلنترو، ده سلنترو. اما بقى تي بي اس، حضرتك ممكن تاخد دوناتس وقهوة ب20 جنيه. دوناتس وقهوة من تي بي اس ب20 جنيه بس تدفع بابل باي عن طريق سي اي بي. طبعا انا معايا ابل باي بكارت السي اي بي، اسافر القاهرة وادفع فلوس قد كده عشان اخد الاوفر ده؟ واحنا ليه في بورسعيد لسه مش عايزة البراندات توصلها؟ يعني سلنترو ده براند مصري، ليه ما يجيش يفتح له فرع كده في بورسعيد؟ والله هنحبه وهنيجي والله. وليه تي بي اس ما يفتحش فرع في بورسعيد؟ ليه يا جماعة؟ ليه البراندات مش راضية تيجي بورسعيد؟ انا تعبت. انا بشوف القاهرة فيها ما لذة وطاب، فيها الدلع كله، مش معنى بورسعيد. هو احنا عشان قد كده يعني محافظة قد كده تعملوا فينا كده يا جماعة؟ ليه تحسونا بالقهرة دي؟ 10 جنيه اخد كوفي من سلنترو، او 20 جنيه اخد كوفي او دونتس من عند تي بي اس. حد مظلوم زي يا جماعة؟ طيب حد بيعاني من احنا بنعاني. لنا الله يا بورسعيد، لنا الله. وان شاء الله في يوم من الايام كل البراندات دي تفتح في بورسعيد ان شاء الله قريبا، ونلحق الاوفرز الجامدة اللي بتحصل في القاهرة وننافس القاهرة بإذن الله. خدت الصدمة بجد، مش مصدقة. ليه بس كده؟ ليه ينفع كده؟ هو انا عشان بورسعيدية تعملوا فيا كده؟ طب ما تظهروليش الكونتنت ده، ما تقهرونيش يا جماعة. 10 جنيه و20 جنيه اخد دونتس. هو اللي قاهرني دونتس من عند تي بي اس، وكوفي ب20 جنيه بس، 20 جنيه. وسلنترو بعشقه، التوفينات عنده فرابيه خطير ب20 جنيه، ب10 جنيه. يلا ربنا يتولانا. ماله جلال، وماله بلاك فوكس، ماله ماتكاب هنتأمر، ماله ماتكاب. الحمد لله احسن من ما فيش. نعمة الحمد لله. مش هنبص على اللي في ايد غيرنا، الحمد لله نحمد ربنا على نعمة ماتكاب بورسعيد.